إذا مضت أكثر من 7 ساعات على الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا. تلت الساعات الماضية لم تتوقف عناصر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ عن البحث عن المفقودين والعالقين تحت الأنقاض. مع الأسف كل دقيقة تمضي تتكشف لنا مأساة جديدة وتظهر لنا مصيبة جديدة، تظهر لنا مناطق لم نكن نعلم بها أنها تهدمت بفعل الزلزال المدمر، يظهر لنا أعداد كبيرة ما تزال عالقة تحت الأنقاض. مع الأسف الضحايا بالعشرات، لا يوجد إحصائية دقيقة حتى هذه اللحظة، لكن ضحايا بالعشرات، الجرحى والمصابين بالمئات، المفقودين والعالقين تحت الأنقاض أيضا بالمئات. كارثة وفاجعة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. مع الأسف ما تزال العوائل والناس بالشوارع بسبب وجود هزات ارتدادية بين كل لحظة والثانية، والتخوف من عودة المأساة من جديد وعودة المصيبة من جديد. نسمع أصوات سيارات الإسعاف، فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ لم تتوقف